العضلات والقوة هم أساس أي لاعب كمال أجسام، والتغذية السليمة بتلعب دور كبير في النتائج. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. البروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات. لما تتمرن العضلات بتتعرض لإجهاد وتمزق في الألياف، والبروتين بيجي يصلحها ويخليها أقوى وأكبر. بدون كمية كافية من البروتين يومياً نمو العضلات هيبقى أبطأ، وممكن تحس بتعب أسرع بعد التمرين. مصادر البروتين المهمة للاعبي كمال الأجسام تشمل اللحوم، البيض، الأسماك، الألبان، والمكملات البروتينية. الكرياتين بيشتغل بطريقة مختلفة. هو مركب طبيعي موجود في الجسم وبيخزن في العضلات كمصدر سريع للطاقة أثناء التمارين القصيرة والعنيفة. العضلات بتستخدم الكرياتين لإنتاج ATP، الطاقة اللي العضلة محتاجاها للانقباض القوي. مع مكملات الكرياتين تقدر تزيد قوتك وتتحمل أوزان أكبر وتكمل مجموعات إضافية، وده بيساعد على نمو العضلات أسرع. الفرق بين البروتين والكرياتين للاعبي كمال الأجسام واضح. البروتين يعيد بناء العضلات ويزود نموها على المدى الطويل. الكرياتين يزيد القوة والقدرة على التحمل أثناء التمرين القصير والمكثف. يعني البروتين يغذي العضلة، والكرياتين يخليك ترفع أوزان أكبر فتزيد حجم العضلات. نصايح مهمة: حافظ على كمية بروتين كافية يومياً حسب وزنك ومستوى تدريبك. استخدم مكمل الكرياتين بشكل صحيح، عادة من 3 إلى 5 جرام يومياً مع شرب مياه كافية. البروتين والكرياتين مع بعضهم بيكملوا بعض. البروتين يبني العضلة، والكرياتين يخلي العضلة تشتغل أقوى وأسرع. الالتزام بالراحة والنوم الكافي مهم جدا لتجديد العضلات والاستفادة من المكملات. في النهاية، أي لاعب كمال الأجسام لازم يركز على التغذية الذكية جنب التمرين. البروتين والكرياتين هم الأدوات الأساسية لبناء قوة وعضلات صحية. اتباع روتين متوازن بينهم وبين تمرين مظبوط هيوصلك لنتائج أسرع ويحافظ على صحتك العامة.